السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي ندخلوا لقلب واحد من أهم الخوارزميات في تعلم الآلة وأكثرها بداهة. كنتكلموا على الأداة اللي تستعملها شركات كبيرة من نتفليكس حتى للأبناك باش ياخدوا قرارات مهمة. غادي نديروا واحد الشرح مفصل على أشجار القرار أو الديسيجن كريز. غادي نبداو من الصفر خطوة بخطوة حتى نوصلوا كيفاش نتحكموا فيها باش تعطينا أحسن النتائج. يلا نبداو على بركة الله. إذن هذه هي خريطة الطريق ديالنا لهذا الشرح. أولا غادي نجاوبوا على سؤال علاش أصلا محتاجين لأشجار القرار. ثانيا غادي نشرحوا التركيبة ديالها ونفهموا المفهوم الرئيسي ديال النقاء أو البيوريتي. ثالثا غادي نهضروا على أكبر مشكل كيواجه هذه الخوارزمية اللي هو الأوفر فيتينغ وغادي نشوفوا كيفاش نقدروا نتجنبوه. وأخيرا غادي نشوفوا أمثلة واقعية كتبين لنا كيفاش كتستعمل هذه الأشجار في العالم الحقيقي. يلا نبداو بالقسم الأول. فالحلقات اللي فاتوا كنا شفنا نماذج خطية بحال اللينير ولوجيستيك ريجريشن. هذه النماذج كتحاول تلقى واحد الخط مستقيم باش تفرق به البيانات، ولكن الحياة ماشي ديما خط مستقيم. اليوم غادي ندخلوا لواحد العالم جديد، عالم ما بيخدمش بمعادلات رياضية معقدة، ولكن بقواعد بسيطة وواضحة ديال إذن تماما بحال الطريقة باش كيفكر العقل ديالنا. إذن علاش بالضبط أشجار القرار؟ أول حاجة لأنها كتشبه بزاف للطريقة باش حنا كناخدوا القرارات ديالنا، يعني كتخدم بالمنطق، وهادشي اللي كنسميوه mimics human logic. ثانياً هي مبنية على قواعد simple ديال إذا كان إذن أو simple if else rules، وهذا البساطة كتخليها سهلة بزاف في الفهم والتفسير، وهذه نقطة قوة كبيرة كنسميها easy to interpret، خصوصاً في مجال الأعمال اللي كيبغي يعرف علاش النموذج خدا قرار معين. وأخيراً هي قادرة تتعامل مع أنواع مختلفة ديال البيانات بلا تعقيدات، يعني handles mixed data. وهنا فين كنشوفوا القوة الحقيقية ديالها. فمجال أبناك كتستعمل في loan approval، يعني الموافقة على القروض. في الطب كتساعد في medical diagnosis، يعني تشخيص الأمراض بناء على الأعراض. في المجال المالي كتقدر تكشف عمليات الاحتيال أو fraud detection. في التسويق كتساعد على تقسيم الزبناء لمجموعات أو customer segmentation. وحتى في الموارد البشرية كتقدر تتنبأ بالموظفين اللي ممكن يغادروا الشركة، وهادشي هو attrition prediction. هادشي كيبين لنا أنها ماشي مجرد نظرية، بل أداة عملية قوية. ولكن السؤال هو كيفاش هاد الأداة كتخدم من الداخل؟ مزيان، دابا غادي ندوزو للقسم الثاني. هنا غادي ندخلوا لقلب الموضوع وغادي نشرحوا الآلية الداخلية ديال شجرة القرار. غادي نفككوها جزء بجزء باش نفهموا كل قطعة في البازل وكيفاش كتخدم. باش نفهموا شنو هي شجرة القرار، التعريف التقني كيقول A predictive model that works by asking a carefully ordered series of yes/no questions about your data. بعبارة أخرى هي نموذج كيبقى يطرح سلسلة ديال الأسئلة اللي الجواب ديالها هو أو لا باش يوصل لواحد النتيجة في الآخر. باش نبسطوا هادشي تخيلوا معايا بحال إلا كنلعبوا ديك اللعبة ديال 20 سؤال، فكل مرة كتسول سؤال والجواب ديالو كيقربك للجواب النهائي. شجرة القرار كدير نفس الحاجة تماما، كل سؤال كيقسم البيانات لمجموعات أصغر وأكثر تجانس. كل شجرة عندها بنية خاصة بها، الفوق كاع كنلقاو الجذر أو الروت نود. هذه هي نقطة البداية، هي السؤال الأول والأهم اللي كيطرح على جميع البيانات. من بعد كيجيو العقد الداخلية أو الانترنال نودز، هما نقاط القرار الوسطية اللي كيزيدوا يطرحوا أسئلة أخرى باش يزيدوا يفرزوا البيانات. وفي الأخير كنوصلوا للأوراق أو الليف نودز، هادو هما اللي كيعطيونا الجواب أو التنبؤ النهائي. هنا ما كيبقاوش أسئلة أخرى، هنا كاين الجواب. دابا شنو هو الهدف من هذه السلسلة ديال الأسئلة؟ الهدف الرئيسي هو نوصل لما يسمى بالنقاء أو البيوريتي. الهدف ديال الشجرة هو تخلق عقدة اللي تكون نقية قدر الإمكان. تخيل معايا عندك واحد العقدة فيها 20 واحد شراو المنتوج وصفر ما شراوش. هذه كنسميوها عقدة نقية pure node لأن القرار فيها واضح 100%. دابا تخيل عقدة أخرى فيها 10 شراو و10 ما شراوش، هذه عقدة غير نقية impure node لأن فيها خليط. الخوارزمية كتحاول في كل قسمة تخلي العقد الجديدة اللي غتنتج عليها أكثر نقاء من اللي قبلها. مزيان، ولكن كيفاش كنقدروا نقيسوا درجة النقاء هذه؟ كاينه الطريقة الأولى اللي سميتها جيني. التعريف كيقول Gini impurity measures how mixed a group is. Lower Gini values indicate purer nodes used in the CART algorithm. ببساطة جيني كيقيس درجة اختلاط في واحد المجموعة، كلما كانت القيمة ديالو قريبة للصفر كلما كانت العقدة أكثر نقاء. هذا المقياس هو اللي مستعمل في خوارزمية الشهيرة اللي سميتها CART. الطريقة الثانية هي الانتروبي. هذا المفهوم جاي من نظرية المعلومات. التعريف كيقول
Entropy quantifies the amount of disorder or uncertainty in a node. Lower entropy means less uncertainty used in the ID3 algorithm. بمعنى آخر، هو كيقيس درجة الفوضى أو عدم اليقين. كلما كانت قيمة entropy هابطة، كلما كان عندنا يقين أكبر في القرار ديال ديك العقدة. هذا المقياس مستعمل في خوارزمية أخرى سميتها ID3. واخا شنو هو الفرق بين جيني وانتروبي في التطبيق العملي؟ في الحقيقة النتائج اللي كيعطيونا في غالب الأحيان كتكون متشابهة بزاف. الفرق الأساسي هو أن جيني حسابيا أسرع والرياضيات ديالو أبسط، بينما انتروبي عندها أساس نظري أعمق جاي من نظرية المعلومات. لهذا السبب أغلب المكتبات البرمجية بحال scikit-learn كتستعمل جيني كخيار افتراضي للسرعة والكفاءة ديالها. وهذا الشيء كيوصلنا لواحد المفهوم حاسم اللي هو المحرك ديال الشجرة كاملة Information Game. التعريف كيقول The measure of the reduction in impurity achieved by making a split. The algorithm chooses the split with the highest information game. إذن هو ببساطة مقياس اللي كيحسب لنا شحال نقصنا من الفوضى، سواء استعملنا جيني أو انتروبي، ملي درنا واحد التقسيم معين. الشجرة كتحسب الربح في المعلومات لكل سؤال ممكن تطرحه، وكتختار السؤال اللي كيعطيها أكبر ربح، يعني السؤال اللي كينقي البيانات بأكبر قدر ممكن. دابا غادي ندوزو للقسم الثالث، وهنا فين كاين التحدي الحقيقي. الشجرة القرار فعلا قوية، ولكن عندها واحد نقطة ضعف خطيرة بزاف واللي ضروري نفهموها ونتعلموا كيفاش نتحكموا فيها. هذا المشكل كنسميوه الأوفرفيتنج، أو عندما يذهب التعلم بعيدا جدا. قبل ما نهضروا على المشكل خلينا نشوفوا بعدا كيفاش الشجرة كتبنى. العملية كتمر ب5 ديال المراحل. أولا الخوارزمية كتقيم جميع المتغيرات المتاحة. ثانيا لكل متغير كتختبر بزاف ديال العتبات أو thresholds. ثالثا كتختار أحسن قسمة اللي كتعطي على information gain. رابعا وهذه نقطة مهمة كتعاود نفس العملية بشكل تكراري recursively لكل عقدة جديدة كتخلق. وأخيرا كتطبق قواعد توقف أو stopping rules باش ما تحصلش على شجرة معقدة بزاف. إذن شنو هو الأوفرفيتنج بالضبط؟ شوفوا معايا هذه القاعدة. If income equals $51,234 and age equals 27.4 years and purchase day equals Tuesday, then customer buys. هذه القاعدة محددة لواحد الدرجة اللي كتولي سخيفة. هذه ماشي قاعدة عامة ممكن تطبقوها، هذه فقط وصف دقيق لواحد الحالة خاصة وشاذة كانت في بيانات التدريب. هذا الشيء كيعني أن النموذج حفظ البيانات وما تعلمش منها، وبالتالي ما غاديش يقدر يعمم على بيانات جديدة عمره ما شافها من قبل. وعلاش الأشجار كتوقع في هذا المشكل بسهولة؟ أولاً لأنها بطبيعتها إلا ما فرضناش عليها قيود غتبقى تقسم في البيانات بلا حدود أو unlimited splitting حتى توصل لعقد نقية 100%. ثانياً هي كتحاول تفهم كل تفصيلة في البيانات بما فيها الضجيج والأخطاء أو capturing every detail. هذه المرونة العالية high flexibility هي اللي كتخليها حساسة بزاف لأي تغيير صغير في البيانات، وهذه الخاصية كنسميوها high variance. يعني يلاه بدلتي غير شوية في البيانات تقدر تحصل على الشجرة مختلفة تماماً. بحسن الحظ عندنا المقود أو الفرامل باش نتحكموا في هذا التعقيد. هادو هما اللي كنسميوهم الهايبر بارامترز. الأول هو ماكس ديبث، كيحدد العمق الأقصى للشجرة، بحال إلا كتقول لها ممنوع تسولي أكثر من 5 أسئلة متتابعة. الثاني هو من سامبلز ليف، كيفرض أن كل ورقة نهائية خاص يكون فيها على الأقل واحد العدد معين من العينات، مثلا 10، باش نضمنوا أن القرار ديالها مبني على مجموعة كافية ماشي على حالة شاذة واحدة. والثالث هو من سامبل سبليت، كيقول لنا شحال خاص يكون عندنا ديال العينات على الأقل في واحد العقدة باش أصلا نفكروا نقسموها. وصلنا دابا للقسم الأخير. هنا غادي ندير واحد الملخص شامل نشوفوا فيه نقاط القوة ونقاط الضعف ديال أشجار القرار، وغادي نقارنوها مع نماذج أخرى اللي شفناها من قبل باش نعرفوا مكانتها بيناتهم. من أكبر نقط القوة ديال هذا النموذج واللي كتخليه محبوب بزاف في مجال الإعمال هي أنه highly interpretable، يعني سهل تفسره وتفهمه. أي واحد واخا ما عندوش خلفية تقنية يقدر يتبع الأسئلة ويفهم علاش النموذج خدا واحد القرار معين. بالإضافة لذلك كيف ما قلنا هو handles mixed data وfast to train، ما كيحتاجش لعملية سكيلينج، وقادر يلتقط علاقات غير خطية معقدة أو captures non-linearity. ولكن خاصنا نكونوا واقعيين، عنده حتى نقاط ضعف. كيف ما شفنا عنده high variance، يعني كيتأثر بزاف بالتغيرات الصغيرة في البيانات، وعنده ميل كبير للoverfitting tendency. الدقة ديالو غالبا ما كتكونش هي الأفضل مقارنة مع نماذج أخرى واللي كنسميوها suboptimal accuracy،
وأخيرا عنده مشكل الأكسس ألايند سبليتس، بمعنى أنه كيدير فقط قطوع أفقية وعمودية بحال إلا كيقطع ورقة على شكل مربعات ومستطيلات. هادشي كيخليه يواجه الصعوبة مع الأنماط اللي كتكون مايلة في البيانات. إلا بغينا نديروا مقارنة مباشرة مع اللوجيستيك ريجريشن كنلقاو أن شجرة القرار كترسم حدود غير خطية على شكل مستطيلات ولكنها أقل استقراراً، بينما اللوجيستيك ريجريشن كيرسم حدود خطية مستقيمة وكيكون أكثر استقراراً ولكنه كيحتاج لسكيلينج. تخيلوا بيانات على شكل دائرة، شجرة القرار غتحاول تقرب ليها بمجموعة ديال المربعات، بينما اللوجيستيك ريجريشن ما غاديش يقدر يفصلها بخط واحد مستقيم. باش نختموا شوفوا معايا هذا المثال العملي البسيط. الشركة بغات تعرف شكون هما الموظفين اللي ممكن يمشيو. الشجرة تعلمت هذه القواعد. الخطوة الأولى، شوف درجة الرضا. إذا كانت satisfaction score أقل من 0.4 فهذا خطر عالي. الخطوة الثانية، إذا ما كانش الشرط الأول صحيح شوف شحال من عام وهو في الشركة. إذا كان years at company أكثر من 5 فالخطر منخفض. الخطوة الثالثة، في باقي الحالات الخطر متوسط. شوفوا معايا شحال هذه القواعد بسيطة واضحة وقابلة للتطبيق مباشرة من طرف مدير الموارد البشرية. إذن شنو هي الخلاصات الأساسية اللي نخرجوا بها؟ أولاً، أشجار القرار هي نماذج بديهية كتخدم بأسئلة لا بسيطة. ثانياً، هي سهلة جداً للتفسير والتصوير. والأهم من هادشي كامل هي كتشكل أساس متين باش نفهموا تقنيات أكثر تقدماً اللي غادي نشوفوها من بعد. هي حجر الأساس لموديلات أكثر قوة. وهذا الشيء كيخلينا نطرحوا واحد السؤال مهم باش نختموا به. إذا كانت شجرة واحدة غير مستقرة وحساسة للتغيرات الصغيرة، شنو ممكن يوقع إذا استعملنا الحكمة ديال غابة كاملة من الأشجار؟ هذا السؤال هو المدخل ديالنا للموضوع القادم اللي هو الراندوم فورست. شكرا على المتابعة ونتلاقاو في الحلقة الجاية.